أكيد صورة الجمل دي مش غريبة علينا، لأن في 1987 هل علينا لاري وال بلغة بيرل، وكان الاستخدام الأهم ليها هو تطوير برامج لنظام يونكس، وأيضا كانت قوتها اللامحدودة في الوقت ده هو في البحث ومعالجة البيانات، واللي بتكون في هيئة نصوص أو تكست، حاجة زي خاصية ريجكس اللي بنستخدمها لما نكون عايزين ندور على نص معين في البيانات اللي عندنا، واللي لغة بيرل كانت الأب الروحي للخاصية دي. واخر اصدار من اللغه هو الاصدار الخامس، والجدير بالذكر ان هم فضلوا واقفين عند الاصدار الخامس ل 15 سنه، انت متخيل؟ واللي معناه ان مفيش اي تطوير جذري وملحوظ. واخيرا على ما افتكروا على عام 2015 انهم يطلعوا بالاصدار السادس، ولكن برضو فضلت اللغه معلهاش اقبال الى عام 2019، الى ان تم تغيير اسم الاصدار السادس من بيرل الى لغه راكو، وده بسبب ان الناس عارفه ان لغه بيرل قديمة جدا، وكان معظم أغراض استخدامها مرتبط بنظام يونكس المنقرض واللي حل مكانه لينكس بعد كده، فما فيش إقبال ولا أي داعي لتعلمها، ولو عملوا إيه بالذي هتفضل هي بيرل ما اتغيرتش، حتى مع إضافة شوية خصائص من اللغات المنافسة اللي في السوق علشان تبقى أسهل حبتين. والمهم بعد فترة ابتدت لغة بايثون تحل محلها لأسباب، ومن هنا يجي شوية أسئلة، وهي إمتى اللغة تموت؟ وإيه لغات البرمجة المتوقع انقراضها في المستقبل القريب؟ وهل عدد مستخدمين اللغة القليل دليل على بداية انقراضها؟ وهو ده اللي هندردش فيه في حكاية النهاردة على كودكس لاين. الحالة الأولى علشان اللغة تموت هو اللي حصل للغة زي ديلفي سكريبت، واللي ما كانش ليها دعم كافي، يعني لما يكون عندك مشكلة أو باج ما تلاقيش أي حد تسأله، وكمان لو احتجت مكتبة أو لايبراري علشان تسرع لك شغلك ما تلاقيش، لأن مفيش ناس كتير مهتمة إن هي تطور مكتبات للغة دي. والنقطة اللي بعد كده اللي حصل للغة كيبل، واللي مر عليها أكتر من 50 سنة وما بقتش بتدي أداء كويس وعظمتها كبرت، وظهرت لغة تانية بتقوم بنفس المهام بتاعتها ولكن بشكل أكثر فاعلية وبتأدي الغرض على أكمل وجه. ده غير إن أسلوب الكتابة في لغة كيبل مختلف تماما عن اللغات الحديثة، واللي كان أقرب إلى كتابة المعادلات الرياضية. فلو أنت عالم رياضيات ونفسك تشتغل في البرمجة يبقى أنصحك باللغة دي، ولكن ما تدورش على شغل عشان مش هتلاقي حد يشغلك ويكون كمان بيستخدم اللغة دي. وده ينقلنا للنقطة اللي بعديها، حاجة زي اللي حصلت للغة أكشن سكريبت، واللي كان سبب شهرتها هو الفلاش بلاير اللي كان بيستخدم في تشغيل الفيديوهات زمان على مواقع الإنترنت لحد 2007 لما جت شركة أبل وأصدرت الآيفون وقررت إنها مش هتدعمه في المتصفحات، ولذلك معظم المواقع زي يوتيوب وغيرها من المواقع اللي كانت بتعتمد على الفيديوهات قررت إن هي كمان تتخلى عنه وتتجه إلى بديل آخر علشان تقدر تشتغل على متصفحات أجهزة آيفون. وبالتالي اللي حصل ده أثر على اللغة وخلاها مش مطلوبة، وعشان كده نقدر نقول إن تغيرات احتياجات شركات تطوير التطبيقات قد يكون مؤشر لموت اللغة. كمثال نلاقي إن معظم الشركات في فترة ما طالبة مطورين تطبيقات ديسكتوب علشان هو اللي كان منتشر في الفترة دي، وفي فترة تانية تلاقي التركيز على مطورين الويب، وشوية يرجع تاني الطلب يزيد على مطورين الموبايل، وبعدين يحصل العكس وهكذا. والنقطة اللي بعد كده هي إن في حالة إن القائمين على تطوير اللغة دي وتصليح الأخطاء اللي بتكتشف كل فترة وأيضا رفع أدائها بشكل مستمر وقفوا ده كله، حاجة زي اللي حصلت للإصدار الخامس من بيرل زي ما ذكرنا في الأول. والنقطة اللي بعد كده لو كانت لغة زي لغة بيفانج، واللي تعتبر أول لغة تتبع نظام 2 Dimensional Grid Execution Model. وعشان نفهم ده معناه إيه تعالوا نروح للغات البرمجة المعتادة واللي بتنفذ الانستراكشنز أو الأوامر البرمجية بالترتيب أمر ورا التاني في هيئة سطور تحت بعضها، وممكن نتنقل ما بين الأوامر دي بشكل رأسي فقط. ولكن في لغة بيفانج الأوامر البرمجية بتبقى متقسمة في هيئة جدول، وكل خلية في الجدول هي أمر برمجي، والانتقال بينهم بيكون رأسي وأفقي، وده بيصعب الموضوع أكتر على المبرمج وكذلك على الكومبايلر المطلوب منه تحويل الكود ده إلى لغة الآلة. وبعيدا إن لحد دلوقتي ما يعرفوش ليه كريس براسي مبتكر لغة بيفانج عملها بالشكل ده ليه من الأساس. والمهم ده بالإضافة للغات اللو ليفل زي السي والسي بلس بلس، واللي طبعا ما ماتتش، ولكن بسبب تعقدها وصعوبة تعلمها مش بنلاقيها منتشرة بين المبتدئين في البرمجة، واللي عددهم في زيادة مستمرة ويشكلوا النسبة الأكبر من السوق. والنقطة اللي بعديها لو اللغة كانت مقتصرة
على تطوير تطبيقات لنظام معين أو منشأة بعينها، مثلا زي اللي حصل للغة Objective-C، واللي الغرض الرئيسي منها كان تطوير تطبيقات تعمل على أنظمة شركة أبل زي الماك والاي او اس، وحلت محلها لغة سويفت علشان تجمع بين السهولة والسرعة، واللي كانت بتفتقر ليها لغة Objective-C. فخليك في الأمان وبلاش تتخصص في لغة حياتها مرتبطة بمنظمة، ولو حصل لها حاجة اللغة تبقى انتهت. ولكن مش معنى كده اني بقولك ما تتعلمش اللغات دي، ولكن يفضل انك تجيد لغة تانية بجانبهم، عشان لو اللغة ماتت ما تلاقيش نفسك بدون شغل ومش مطلوب. وبعد ما عرفنا ايه العوامل اللي لو لاحظناها على اي لغة ده معناه انها هتنقرض قريب، تعالوا بقى نعرف ايه اللغات اللي من المتوقع انقراضها في المستقبل القريب واللي معظمنا بيستخدمها. طبقا لاحصائية عملتها ستاك اوفرفلو في 2023 واللي تضمنت معلومات عن لغات البرمجة المتصدرة الكام سنة اللي جايين، نلاحظ ان لغة الجافا سكريبت في المقدمة، وكذلك بايثون بدون منافس، وده بسبب ان ليهم استخدام مهم في تطوير تكنولوجيا الذكاء الصناعي، وكذلك مجال تطوير الويب سواء في جزء الفرونت اند او الباك اند، وكذلك في تطوير تطبيقات الموبايل والمعروفة بالهايبر ابليكيشنز. من الاخر بتسد معاك في كل حاجة، فاللغات دي هتبقى مكملة بقوة في المستقبل. تعالوا بقى نبص بعد كده على لغات زي البي اتش بي، واللي بيوصل عدد المواقع المطورة باستخدام البي اتش بي الى اكثر من 40% من المواقع اللي على الانترنت كله. ولكن بسبب ان لغة البي اتش بي ملهاش استخدام في مجال الذكاء الصناعي والاي اي، فممكن الفترة اللي جاية التركيز يقل عليها ويتجه للغات تانية زي بايثون وجافا سكريبت. وده غير ان قوة البي اتش بي مرتبطة بشكل كبير بسرعة تطوير مواقع الويب. باختصار الموقع اللي تقدر تعمله بأي لغة برمجة تانية وممكن ياخد منك وقت اكس ممكن تخلصه كله بالبي اتش بي في نص الوقت ده ويمكن اقل، ولكنه مش سبب كافي انه يخليها تكمل بنفس القوة في المستقبل، لان اللغات التانية برضو ليها فريم ووركس تقدر تسرع من عملية التطوير بدرجة قد تفوق منافسيها، واللي منهم البي اتش بي. واهم نقطة ضعف فعلا في البي اتش بي هو ان اللي بيسبب سرعتها في تطوير تطبيقات الويب هي الفريم ووركس اللي بتستخدمها، واللي عددهم يعتبر قليل جدا. وهنلاحظ ان لارافيل هي اللي متصدرة بنسبة 90%، واللي من غير لارافيل البي اتش بي هتعاني فعلا، واحتمالية موتها هتزيد بنسبة كبيرة. ولكن هل يعتبر الإقبال القليل على لغة البرمجة سبب كافي إنه يبقى مؤشر لبداية انقراض اللغة؟ ده مش ضروري، لأننا لو جينا بصينا على لغة راست واللي نسبة اللي بيستخدموها قليلة جدا وكمان بتيجي بعد البي اتش بي كأكثر اللغات استخداما، ده مش معناه إنها هتنقرض أو إن مش هيبقى ليها لازمة قريب، ولكن سبب النسبة القليلة دي لأنها لسه لغة جديدة من 2015. ده بالإضافة إن لغة راست أدائها أفضل بمراحل من لغات برمجة متصدرة حاليا زي بايثون، وكمان هي بتنافس لغات اللو ليفل زي سي وسي بلس بلس من ناحية الأداء، وكمان التعقيد المرتبط بلغات اللو ليفل، بالإضافة إن ليها استخدام قوي في مجال تطوير البلوك تشين أو العملات المشفرة، واللي بقت بتشكل نسب كبيرة من استثمارات دول، وأيضا مدعومة من شركات كبيرة زي مايكروسوفت وأمازون وموزيلا. ولذلك لا يعني إن بسبب عدد المستخدمين القليل للغة أو تخلي الشركات عنها هو مؤشر لبداية موتها، ولكن ممكن نقول إنها مريحة شوية لحد ما تيجي الفرصة المناسبة زي ظهور تكنولوجيا معينة تستدعي ان اللغة ترجع في الصدارة من تاني. ولحد هنا خلصت حكايتنا، واشوفكم في الحكاية اللي جاية على كودكس لاين، والسلام عليكم.